يا صباح الورد والفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ايه؟ هعمل معاكم غدا كده، غدايا هعمله معاكم النهارده ان شاء الله يعجبكم، وتابعوني ويلا بينا نسمي الله ونعمل احلى حبه محشي يستاهلوا بقى. يعني كده اول حاجه حطينا الميه على النار وحطيت فيها معلقه ملح، ميه كده تلتين الحله كده، فيها ميه على النار ومعلقه ملح كبيره، بس ما بحطش كمون. عاوزه تحطي كمون حطي كمون، لكن انا ما بحبش احط كمون بصراحه. يعني كده جبنا الكرنبايه المدوره المقوره الحلوه دي، تنقيها كده مدوره خالص كده وكبيره، عشان تبقى ايه، ورقها رصص كده وحلوه، وما تبقاش مكلكعه ولا حاجه. وخضر، هي كانت خضره بس قعدت عندي اسبوع من السبت للجمعه. بعد كده بقى ايه، جبتها كده وفرغت راسها كده بالسكينه زي ما انتوا شفتوا كده، بكل سهوله خالص. تجيب السكينه كده وتمشيها من راسها، تطلع الراس لوحدها كده زي الورده كده، زي ما انتوا شفتوا كده. الورده دي هنعمل منها احلى مخلل ان شاء الله. بعد كده بقى ايه، عملت كده، طلعت الورق ورقه بورقه، او تسيبيها على بعضها وتحطيها في الحله بنفس الطريقه دي. ده القلب بتاعها، وده الورق اللي هو اللي فوق كده. عاوزه تحطي الورق حطي ورقه ورقه، عرق بعرق كده حطي. عاوزه تحطيها على بعضها في الحله في الميه حطي، هوريك اهو ان شاء الله. تابع الطريقه دي جميله جدا. وتعملي الورق الاخضر الاول، تسلقي الورق الاخضر وما تسلقوهوش قوي، يعني هي تقلبتين بالمقصوصه كده وتشيلي. ما تهرهوش، اوعي تهريه، يا دوب كده يبقى ايه، تقلبي مره واتنين وخلاص وتشيلي زي ما انا بعمل كده بالظبط، عشان ما يبقاش مهري. بعد كده القلب بتاعها بقى حطيته على بعضه في الميه كده السخنه. ما تغليش الميه قوي، يا دوب تسخن، يعني هتغلي تقومي لا خلاص كده ايه، تحط عليها فيها كرنب. كده سلقنا الكرنب خلاص اهو. هوريكم بقى ايه، نيجي بقى نقطع الكرنب. نقطعه ازاي؟ جاهز للحشو بقى. تيجي بقى تجيب الورقه بعرقها بحالها كده، تتنيها على بعضها، وبعدين تشيل الايه، العرق اللي هو العرق ده تشيليه، وبعدين ترجعي تاني تلفيها زي الرول كده، ايه زي السندوتش كده، تحوشي الحته التخينه دي، وبعدين تقطعي بالسكينه بقى ايه الصوابع. عاوزاها كبيره عاوزاها صغيره زي ما انت عاوز، كده معقوله قوي عشان احنا ما بنحبش الصوابع الكبيره يعني. كده تمام. تمام، يعني انا بوريكي من اولها لاخرها. ايوه كده برضو ممكن تقطعي العرق خالص لوحده خالص كده اهو، يطلع من غير اي حاجه، تسلخيه خالص من غير اي حاجه خالص كده، ده ما بيهدرش. بس هي كلها زي بعضها كده تمام اهو. تقطعي الحته التخينه اللي هي بتبقى معرقه دي، عشان ما تبقاش تعذبك في الحشي وانت بتحشي وانت بتلفي الصابع كده اهو. ده تمام اهو. اهو ترصيه فوق بعضه، يعني دي تالت مرحله. او اول مرحله ايه، حطيت الميه. تاني مرحله سلقت الكرنب. تالت مرحله اهو. اهو تشيلي بقى العنق كده، وبعدين تلفيها، تلفي الورقه بعد ما حشت العرق الكبير ده بقى. بعد كده تحشي الحته التخينه دي اللي بتبقى ايه معرقه دي، وبعد كده تقطعي بقى ايه اهو، تقطعي كده بالظبط كده. في الحاله دي بقى ممكن كده بالظبط، ممكن بقى ايه، تحطيه في اكياس يتحط بقى يتخزن بنفس الطريقه كده. تاني هقول لكم تاني اهو، هنكرر العمليه تاني اهي. كده تمام اهو. ايوه كده سهله جدا، سهله بصراحه يعني يا بنات يا حلوين اهو. ترجعي تاني تلفيها على بعضها رول زي الساندوتش. بعد كده بقى ايه، تقطعي الحته التخينه. بعد كده تقطعي كده. شوفي بقى مقدار الصبع اللي بتعمليه صغير او كبير، تقطعي بنفس الشكل اهو، وما تهدرش منها اي حاجه خالص خالص خالص. طلعت يا دوب كده كفه اللي احنا الكميه اللي احنا عاوزينها اهو. بالسكينه حاميه تقطع معاكي لوحدها، تلاقي لوحدها كده واتقطعت اللي احنا ايه، الحته الجزء اللي احنا ما احناش عاوزينه. وكده ممكن تعمليه مخلل كده تمام اهو. نخلص بقى ايه ونوريكم الشكل الاخير. كده بقى نعمل اهو، جايه شريطها. شوفي بقى تشريط ازاي. تيجي بقى تقطعي الصابع بقى اللي انت هتحشيه، شوفي قد ايه بقى اهو. ان شاء الله هنشوفه اهو. شايفه بقى الصبع اهو، شايفه الطريقه دي بقى ايه اهو، شايفه الصبع. الطريقه دي المنظمه دي بقى تعمل معاكي كويس، وما تبقاش ما تحتسيش بقى، وتحسي ان المحشي بقى ايه، زحمه ومكركب على دماغك. مش عاوزه مش يعني، ما انتش مكسله تعملي او كسلانه تعملي محشي ومش عارفه ايه وغلبه لا مش غلبه خالص لو عملت كده بالطريقه دي كده. تقطعيه وبعدين ترصيه، وبعدين تبداي بقى ايه،
تعملي تجهزي بقى ايه التقليه بتاعه المحشي. هوريكم بقى طريقه التقليه بتاعه المحشي بتاعتي، حلوه قوي والله، هتعتمدوها لانها فعلا حلوه وبتخلي المحشي ريحته طالعه على اخر الشارع، والطعم فعلا جميل. اصلا المحشي بتاعي ما شاء الله يعني الحمد لله، ولا فخر يعني، بيبقى حلو بشهاده الشهود بصراحه يعني. كده تمام اهو. تبداي بقى تقطعي بعد ما قطعت العرق، تقطعي تاني، ترصيهم كده وبعدين تقطعيهم كده. اه شايفين بقى كده؟ في المرحله دي بقى ممكن تخزنيه في الفريزر، تحطيه في اكياس وتخزنيه في الفريزر، تحطيه في اطباق اللي هي الفل وتحطيه في الفريزر. بس احنا مش هنحط الوقت. نيجي نعمل بقى التقليه بتاعه المحشي. معلقه سمنه بلدي كبيره كده حلوه، ونص كوبايه زيت، مج صغير بتاع الشاي. انا بحب احط سمنه على زيت للمحشي. عاوزه تحط زيت بس حط، سمنه بس حط، بس انا بوريكم طريقتي وهتعجبكم ان شاء الله. كده تمام. تمام والله طريقه حلوه وجميله. طب بس جربوا الطريقه دي. كده نحط بصلتين كبار حلوين قوي مفرومين في الكبه كده، لا ناعم ولا كشف، حلو متوسط كده، ومن غير ما تحمريه ولا حاجه. بحط عصير الطماطم على طول، يعني ايه يعتبر ني برضه، يعتبر ني كده فيه. احنا العجيز بنحط الجاز، بنحب نعمل التقليه للمحشي او لاي طبيخ. هنحط بقى ايه 2 كيلو طماطم كده عصير، ما بصفيش طماطم عصير المحشي، ما بصفلوش الطماطم، ما بصفيش الطماطم المحشي، بحطها زي ما هي، بضربها في الخلاط كويس قوي وبعدين بحطها زي ما هي. كده تمام. هنسيبها بقى تتسبك وبعدين نيجي بقى نعمل ايه الخلطه السحريه اللي انا بحطها على المحشي. بصلايه مفرومه ونص راس توم حلوه كده بفرمها برضو، والبهارات الجميله دي بقى اللي بتخلي المحشي يعني مش قادره اقول لك بقى. بهارات 7 وتشكيله بهارات وملح وفلفل وكزبره ناشفه وكمون ناشف ومعلقه شطه الحمرا دي شطه ناعمه حراقه، ومعلقه نعناع ناشف ومعلقه ملح على حبهان مطحون. ويعني البهارات ديت بتخلي المحشي جميل جميل جدا. طب بس جربي البهارات دي، جميله جدا. وكمان انا ضاربه مع الطماطم قرن شطه اخضر حراق، لان احنا بنحب المحشي حراق. وشمي بقى احلى ريحه بقى، تدعكيها كده ببعضها كده، شمي بقى احلى ريحه. وتسيبيها تركنيها على جنب على ما تخلصي المحشي والتقليه تتسبك، وتبداي بقى تلفي في المحشي، هتشوفي بقى الحلاوه والطعامه بقى. كده تمام. نبدأ نعمل بقى ايه خس على لفت. يعني جبت ربطة خس وربطة لفت، قلت كده ايه اما اخد اوراقهم كده واعملها ايه دقية صغيرة كده حلوة. حطيت الاول مية على النار فيها معلقة زيت ومعلقة ملح، وبعدين جبت مصفى حطيتها عليها بخار يعني، وحطيت ورق الخس كده عليه. هو بقى لوحده اوتوماتيك كده هتلاقيه صفت خالص، وبقى ايه شرب الميه بالزيت كده، ايوه بنفس الطريقه كده. وهو على المصفى يعني الميه المصفى مش على البخار بس مش في الميه. وبرده ورق اللفت عملته بنفس الطريقه كده. بقى خلاص ركنته على جنب، وجينا نعمل بقى التقليه السبيكه اهي. الطماطم نقيت الرز وغسلته وما نقعتوش. كده تمام. وحطيت بقى ايه الخلطه اللي احنا عملناها الرهيبه دي اللي بتخلي المحشي جبار. تقلبيها فيها بقى كلها خالص، وبعد كده احط ايه الخضره اللي هي كزبره وشبت بس، ما بحطش بقدونس، كزبره وشبت بس. عاوزه تحطي بقدونس براحتك عادي، بس احنا بنحبش الا الكزبره والشبت بس. وبحطه كده في الاخر خالص لان بيدي ريحه كده، ريحه المحشي بتبقى ريحه حلوه كده. ما بحبش احطه في التقليه، عاوزه تحطيه في التقليه برده براحتك، بس انا بقول لك على طريقتي كده اهو. حطيت بقى ايه الخضره، بحب الخضره كتيره شويه طبعا. كل ما تكتري الخضره للمحشي طبعا بتدي ريحه كده وطعم حلو، بتحسسك انه محشي مش رز. تمام اهو. كده تمام بقى. هنبدأ بقى نلف المحشي، اوريكم بقى طريقة اللف بتاعتي، بس انا عسروية يعني اهو. كده اهو حطيت بقى ايه، جبت معلقة صغيرة كده وحطيت بقى اهو. شوفوا بقى اللف العسروي اهو، بدل ما الف على اليمين بلف على الشمال، بس برضه اهو بيطلع صبع جميل وفي منتهى الجمال اهو. بدل ما الف على اليمين بلف على الشمال. انا معلش يا جماعة انا عسروية، يعني عاوزين تلفوا زي اسراوي بس هو زي ما بتلفوا بقى، يعني انا بوريكم بس وزي ما بتلفوا بس. شوفوا الورقه بتاعت الصابع المحشي شكلها ايه، تحفه جميله. بس يعني جربوا طريقتي دي وهتعجبكم ان شاء الله والله. ولو وصلتوا معانا لحد كده من الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك يا حلوين.
عاوزين نوصل. انا لسه ما كملتش الشرط التاني، يعني انا يعني آه يعني انتوا معايا والله، بس يعني همتكم معايا بس نوصل للشرط التاني ان شاء الله. كده تمام. هنبدأ بقى ايه اهو كمان اهو، يعني ما تنسيش العروق تبقى جوه الورقة المعرقة دي اهو. شايفين هيسراوي ازاي؟ من الشمال لليمين مش من اليمين للشمال. ده اتعلمته وانا صغيرة كده فطلعت على كده وخلاص. بس هو كده وكده في كلتا الحالات بيطلع محشي، وبيطلع الصوابع ملفوفة حلوة وبطريقة حلوة ولف بالطريقة اللي تعجبك بقى وخلاص. المهم ان هو يبقى محشي في الاخر طعمه حلو وريحته. ريحة طبعا المحشي هو ما هو الا ريحة وطعم. تمام كده اهو. كررت لكم العملية كتير اهي اهو. شايفين؟ ولا رزة وقعت كده، ولا رزة اتهدرت، ولا اتفنكشت، ولا اي حاجة اهو. تمام كده تمام اهو بنفس الشكل ده كده. نبدأ بقى نكمل احنا عشان من اهو. دي بقى الخلط اللي بحطها في قعر الحلة كده: جزر وبصل وطماطم والخضرة، حبة ورقة كرنب وبقدونس، او بقدونس ايه لا كزبره والشبت برضو كده. فلفينا اهو، وكده لفيت برضو الخس واللفت، وكمان نصف ورق عنب، وكده خلص المحشي اهو. الف هنا وشفا لكل اللي بيجربوا ويعملوا ان شاء الله اهو. شايفين طالع الصابع شكله ايه ولسه سخن اهو كمان اهو. صابع ماسك نفسه وحلو جميل كده، وحلو شكله حلو جميل، كان طعم قوي جميل. وبرضو الورق اللفت والخس وصف ورق عنب، بس صف واحد ورق عنب اهو. بوريكم بس بعد ما طلع، بعد ما استوى وطلع كمان اهو. وده كمان اللفت وصف ورق عنب واحد. واحلى بطه عملناها بألف هنا وشفا لكل اللي